عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك لمصر والمصريين. فاز الفراعنة النهاردة في المباراة الثانية ليه أمام جنوب أفريقيا، منتخب البافانا 1-0، وبعد أداء عالمي أسطوري، لأن احنا بنلعب الشوط الثاني ب10 لاعبين فقط بعد طرد محمد هاني في أواخر الشوط الأولاني. مليون مبروك يا مصريين، رجعتوا الفرحة ورجعتوا الأمل ورجعتوا أحاسيس كنا مفتقدينها من 15 سنة، من 2006 2008 و2010. واسألوا كل الناس مين هم أجدع ناس، هم المصريين. وبنشكر إخواتنا وحبايبنا المغاربة اللي هم وقفوا معانا واللي شجعونا واللي أزرونا. مين يصدق إن الماتش اللي فات المغاربة ماليين الاستاد 28,000 مشجع أغلبهم مغاربة، والنهاردة الاستاد سعة 41,000، في 40,000 أغلبهم مغاربة. شكرا لإخواتنا المغاربة، الرجالة أولاد الأصول حبايبنا، واللي نتمنى إن احنا نقابلهم في المباراة النهائية. وديما مغرب ديما مغرب. بصراحة كان يوم النهاردة ولا أجمل ولا أروع ولا أسعد بالنسبة لكل مصري وكل عاشق لمنتخب مصر. لك أن تعلم أن منتخب مصر من ضمن المكاسب أنه هو لم يفز على جنوب أفريقيا منذ عام 98، من أيام ما كان العميد بيلعب مع منتخب مصر وكسبناهم في جنوب أفريقيا. لك أن تعلم أن المنتخب المصري بعد مباراتين هو أول فريق في بطولة كأس الأمم الأفريقية، هو أول فريق يتأهل رسميا دون النظر للمباراة المقبلة لدور 16. والأداء البطولي والروح القتالية بقى أقول من الأول للآخر بقيادة المايسترو محمد صلاح، والدفاع الصلب والتصحيح المتميز والفكر العالي اللي أداه كابتن حسام حسن، اللي بيرد على كل منتقديه وبيخليهم يخرس ألسنتهم خالص، بما فيهم المدرب الشباب اللي كان فاشل، وبما فيهم المدرب اللي مسك المنتخب به وكان فاشل، وبما فيهم الهجاص اللي ما قالوش على كلامه وكان واخد نادي درجة ثانية ونزله درجة ثالثة الفاشل. الحمد لله مكاسب من كل ناحية. وانا من واحد مصري عاشق لبلدي، الشناوي كان في الفترة الأخيرة وفي فترة كبيرة أداؤه مش كويس. النهاردة الشناوي يرد على الجميع وربنا يوفقه ويثبت ان هو حارس من الطراز الرفيع، وينقذ مصر من 4 أهداف على الأقل محققين، ويفوز برجل مباراة. مليون مبروك يا شناوي. وهو ده الشناوي اللي كنا نعرفه من سنة، واللي كان دايما بهذا الأداء. نتمنى الشناوي يفضل زي ما هو، واحنا في الآخر ملناش إلا مصلحة بلدنا، ونتمنى ان اللعيبة كلها تؤدي أحسن ما يكون بدون انتماءات وبدون ألوان وبدون أي شيء. مصر فوق الجميع، ومليون مبروك يا مصريين. وجمهور المغرب أبعت له 100 قبلة و100 تحية ومليون شكر على عظمته، وربنا يقدرنا. وأتمنى أن النهائي يكون بين مصر والمغرب، وهي دي مصر وهو دي جرينتا والروح بتاعت المصريين، وهم دول الفراعنة اللي كانوا ولا يزالوا وسيظلوا من أحد أقطاب الكرة الأفريقية والعربية، والدولة الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية 7 مرات. مليون مبروك يا مصر، ومليون مبروك للمصريين. 1000 مليون مبروك للكابتن حسام حسن العميد، شاء من شاء وأبى من أبى. وربنا يسدد خطاك، وربنا ينصرك على كل منتقديك وكل الفشلة والحاقدين والناقمين. مليون تحية يا رجالة. وكانت ليلة ولا 1000 ليلة النهاردة، أمتعتونا وأسعدتونا ورفعتوا راسنا في الدولة الشقيقة حبايبنا المغاربة اللي منظمين البطولة على أحسن مستوى وتنظيم عالمي يضاهي أي دولة أوروبية كبرى. شكرا، وإن شاء الله نلتقي قريبا في مباريات قادمة. مليون مبروك يا مصريين، وألف شكر ومليون شكر للمغرب شعبا وقيادة. السلام عليكم.